في قول تربوي مأثور ينسب لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا بعتبره دستور في علم التربية لكل العصور ولكل البيئات. لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7 ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب. يعني ببساطة هنعيش مع أولادنا كل مرحلة سنية بطبيعتها. أول 7 سنين المرحلة الأولى مرح لعب حنان عشان أكسب عاطفة وقلب الطفل. المرحلة التانية من سن 7 ل 14 سنة بيسموها مرحلة التأديب. دي المرحلة اللي الطفل بيبقى فيها صبي مميز، يعرف يميز الغلط من الصح، فبرسخ فيه العادات والتقاليد والسلوك والسيستم الحياة اللي عايزة أربي ابني عليه. المرحلة التالتة من سن 14 ل 21 سنة هنربي وهنعلم، بس بميكانيزم مختلف، اسلوب مختلف، هو اسلوب الحوار، الاقناع العقلي مش العاطفة بس. لو اتبعنا ال3 مراحل دول في التربية، ابني هيوصل 21 سنة بياخد قراره بحريته مش بالفوضى، وانا مش هخاف عليه.